السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الآن لا حديث في الأهلي إلا عن موضوع أسامة أبو علي وإصراره هو وكيله إن هو يحترف بره وإن هو يسيب الأهلي، والآن وليس غدا، نتيجة العروض والأرقام الفلكية اللي جات له نتيجة تألقه في كأس العالم، اللي هو لولا الأهلي إن هو فريق قوي وفريق بطولات وإنه بيلعب في كأس العالم، ما حد شاف أسامة أبو علي ولا جاب هاتريك قدام بورتو. ولولا لعيبة الأهلي والسكواد العالي اللي موفره مجلس الإدارة والنادي الأهلي ما كان أسامة أبو علي جاب 3 أهداف هاتريك. عشان بس المواضيع تبقى واضحة ومحدش يظن أو يدي حد حجم أكبر من حجمه. مع أسامة أبو علي من غير أسامة أبو علي هو الأهلي جامد والأهلي عالمي بتاريخه وبإنجازاته. قبل ما نشوف أسامة أبو علي مع إمام عاشور الأهلي كان جامد، وقبل إمام عاشور بسنين الأهلي جامد ومحتل ومحتكر كل البطولات، عشان ما حدش ياخد في نفسه مقلب. دعموا الكيان بقراراتها، وان لازم تعرفوا ان اللي بيدوم هو النادي الاهلي ولا شيء. احنا ما بنصنعش آلهة من العجوة ونقول اللاعب كذا وابيع كذا واعمل كذا. لا، حضرتك عايز تمشي الف سلامة، النادي يستفيد وتتكل على الله ويجي احسن منك. أسامة أبو علي الاهلي عمل من الفسيخ شربات، لعيب كان مجهول الهوية، لعب معظم تاريخه في الدنمارك في أندية درجة تانية، وأقول لكم دلوقتي تاريخه ما تألقش إلا في نادي سويدي في آخر سنة، والعين الخبيرة هي اللي حست إن هو حد بروميسنج إن هو يجي منه إنه يبقى لاعب راس حربة كويس، فالأهلي اشتراه. إنما هو كان نكرة ولا كان أي حاجة، لا كان قبل كده وهو عنده 26 سنة، يعني ما كانش يعني نوغة ولا عيل صغير ولا في الناشئين. نقول بسرعة تاريخ أسامة أبو علي. أسامة أبو علي ابتدى في الدنمارك في نادي ألبورج 2018، وكان دايما احتياطي وبدون تأثير وبدون أي، ودليل على كده إن هو اتعمل له إعارة لنادي اسمه فيند سيسل في برضه في الدنمارك، والنادي ده درجة أولى اللي هو بعد الدوري الممتاز اللي هو زي الدرجة التانية كده يعني. فطلعوه إعارة لمدة سنتين. بعد كده راح نادي اسمه سيكي بورد، ومشاركاته برضو كانت محدودة برضو في الدنمارك. وبعد كده إعارة بقى نادي فيند سيسل اللي هو درجة تانية، تمام، 2023. ثم بعد كده انتقل لنادي في السويد اسمه ايكي سيروس. ده تاريخ أسامة أبو علي. وبعدين الأهلي اشتراه برقم فلكي وقتها بالنسبة له، حلم لا طال الفلوس دي ولا شافها لا هو ولا وكيله ولا في الدنمارك ولا في السويد، بمبلغ وقدره 2 مليون يورو. ده بالنسبة له قيمة تسويقية كانت أعلى من قيمة تسويقية في الوقت اللي هو فيه أسامة أبو علي. والدليل على كده إن هو كان لعيب يعني لا شيء يذكر، إن هو عامل عقد ب4 سنين ونص وما بيعملهاش اي لعيب، حتى ولا في الدوري المصري ولا في الدوري الاوروبي ولا في اي مكان. 4 سنين ونص دي كتير قوي، كبيرك قوي سنتين من نهار ما يبقى عرض فلكي بيبقى 3 سنين، هو عمل ب4 سنين ونص مقابل 2 مليون يورو. الاهلي على مرتبه وخلاه 1,600,000 يورو. اذا الاهلي خيره على اسامه ابو علي. اسامه ابو علي ما كان حد يعرفه لولا لعبه للاهلي، بجماهيريه الاهلي، بنظام الاهلي، بامجاد الاهلي، باداره الاهلي، بجماهير الاهلي، ببطولات الاهلي قاريه. يعني هو ما خدش حتى الدورة الصيفية هناك ولا الدورة الشتوية لا في السويد ولا في الدنمارك، بل لعب معظم تاريخه كان درجة تانية في الدنمارك، تمام. خدت بقدرة قادر في خلال سنة لما اتنقل في صيف 2024، خد دوري وخد دوري ابطال ولعب في كاس العالم للانديه والسوبر الافريقي. اذا الاهلي خيره عليك. لما يا اسامه ابو علي تيجي تطلب ان انت تمشي، يبقى تمشوا بادب وتمشوا مش بانكار الجميل. ما تشيلش صورتك، انت الاهلي هو اللي عملك، ما تشيلش صورتك من على انستجرام وتشيل التيشيرت ان انت لاعب في النادي الاهلي. لا يفرق معانا انت ولا اعظم منك ولا اضخم منك، احنا بنشجع الكيان، بنشجع الاهلي. انت مش هتيجي اعظم من اللي مشوا خالص. وانت اصلا انت شفت ياما اسماء وياما ناس جت كانت قبل الاهلي لا شيء وبعد الاهلي لا شيء. فالاهلي هو اللي بيصنع النجوم بالفعل، بالامبراطوريه بتاعت الاهلي، بالمؤسسيه بتاعت الاهلي، بالسكواد اللي حواليك اللي بيوصلك للجون 20 مره وبتضيع اهداف، صح؟ يعني انت لما بتلعب مع انديه تانية حضرتك انت ممكن تيجي لك 3 4 فرص. الاهلي دائما وابدا 99% من مبارياته داخليا وخارجيا بيلعب فريق ضاغط مهاجم واقوى سكواد في افريقيا، فهم دول اللي ساعدوك. مش حضرتك كنت بتاخد، ما كنتش هيرو يعني، ما كنتش بتطير بتركب التنين المجنح بتروح واخد الكرة وطاير وجايب انت الجون لوحدك.
فعشان بس ما تنجليش وما تعيشوش في الدور، والناس تعرف حجم اللعيبه فعلا ايه، وان هي بترد الخير اللي اتعمل فيها ازاي. مش بقول حد يشتمه او بتاع، بس اتكل على الله، بس على اداره الاهلي ان هي تاخد اكبر فايده من اللاعب، وان هو يتكل على الله. عايز يمشي فليرحل من يرحل، انما الاهلي لازم يستفيد. الاهلي حاطط كان الاول 15 مليون يورو، نزلهم ل 10 مليون يورو، و20% من حق الانتفاع لو جه يتنقل او يلعب في نادي تاني. فيري فير، حقنا. عملنا من لا شيء شيء. خلينا قيمتك التسويقيه كانت 2 مليون 2 مليون يورو في 4 سنين ونص، حضرتك وصلناك ل 10 مليون. كنت بتاخد هنا مليون و600 الف يورو، هتاخد 5 مليون يورو. فخير الاهلي عليك، فده كان لا يستحق ان انت تضغط على الاهلي وعلى ادارته، وان انت تساوم، وان انت تغضب، وان انت تصر ان انت عايز تمشي. وبعدين الانديه اللي مقدمه العروض اعلى العروض يعني، او الفعليه، الريان القطري، الوصل الاماراتي، ريد بولز الامريكي، ريد ما كنتش حاجه ومش هتبقى حاجه ومش هتلمع كده، لان مش هيبقى حواليك السكواد ده. نفس كوره لولا الاهلي لم تتالق بهذا الشكل ابدا. احسبوها كده. انا بوفر لك مناخ وفلوسك بتاخدها في ميعادك، وجماهيريه رهيبه واعلاميه رهيبه وميديا رهيبه، وجماهير بملايين الملايين بتدعمك في كل مكان، عشان كل واحد بيجي يفتكر نفسه ان هو يعني عمل حاله او عمل المستحيل في النادي الاهلي. انما حق الاهلي لازم ياخده، وليذهب الاخ وسام زي ما هو عايز، واللي يريحه. بس الاهلي من حقه ان هو ياخد حقه، يتجمد بقى، ما يلعبش يلعب من غير نفس، يلعب بنفس. لا، الاهلي هياخد الفلوس اللي هو عايزها، ومحدش يلوي دراع الاهلي، والاهلي ما بيتعملش معاه كده.